التاجر الشاطر مفيش عليه جدال، واولاد الطاهر كل سنه بيثبتوا دايما شطارتهم. دي ثالث سنه ليا على التوالي مع اولاد الطاهر. انا كل سنه باجي لهم ليله السحور بس، كل سنه باجي ليله السحور بس. المره دي انا جايه في يوم عادي جدا، ولا هو موسم ولا هو يوم جمعه ولا خميس ولا اي حاجه. والضغط والزحمه عندهم، بصوا كده الضغط والزحمه عندهم في الناحيتين، كاننا في ليله السحور، كاننا بالظبط في ليله السحور. بصوا الناس هما بيدوقوا الناس، يعني لو حد عايز يدوق حاجه قبل ما طيب اهو ماشي. بصوا النهارده يوم عادي جدا، يوم عادي جدا، مش هو ليله السحور. والضغط عندهم والزحمه يعني زي كأن ليله السحور بالظبط. كل انواع الجبن السبريد اللي بنحطها على السحور وفي الفطار، طبعا الفطار خلاص بقى عشان كل سنه وانتم طيبين رمضان، بس كل انواع الجبن الحلوه السبريد اللي ممكن تشوفوها في المطاعم وتبقى بميات الجنيهات بس على الفطار، هتتسحروا بيها، وحرفيا من اول سعر الى 20 جنيه، ولو عايزه ب 10 محدش هنا هيقول لك لا. قبل ما ابدا اقول الاسعار انا هاخد راي الزباين الاول. ايه رايك يا اولاد الطاهر؟ زي الفل والاسعار مناسبه. انت زبون هنا دايما ولا؟ بقالي بتاع 25 سنه. 25 سنه؟ الله يديك الصحه. ايه رايك في الحاجه؟ زي الفل. انا اي حاجه باجي اخدها منين. انت ساكن فين؟ بتجيلهم منين؟ انا ساكن في الساحل. الساعه؟ وبتجيلهم لحد بكوس؟ يوميا او يوم ويوم. يوميا يوم ويوم؟ والله ما بكذب عليك، دي حقيقه. انا والله جايه لك سنه، هي شفتك صدفه صح ولا غلط؟ شفتك صدفه. شهر رمضان كل سنه وانت طيب. طيب انت هتذيعي بقى الفيديو. هذيع. انا هذيع ولا هتغير رايك بعد كده؟ عشان انا حبيت اشوفك. ماشي تمام. تاني. تاني ام جنى. ام جنى مين بقى؟ صاحبه المكان. صاحبه المكان ام جنى اهي. كلمه 100 راجل. 100 راجل والله، ست محترمه جدا. ابدع ست سوق بكوس. ست تاجره شاطره وست محترمه وينطبق عليها كل حاجه اقسم بالله. عامل ايه يا مصطفى؟ الحمد لله والله. هتقولي الاسعار؟ ان شاء الله. يلا بينا واحده عندنا واحده. هنا كيلو بسطرمه وعجونه بالبسطرمه عليها شويه فلفل من فوق وربع 30 بس. ربع 30 بس لا بيع انا عايزه وضايع اعرف بس. الاسعار بتبدا من كام عندكم؟ اقل حاجه هنا الكيلو كام؟ 120 الربع 30. اقل حاجه هنا في الاصناف دي كام؟ 25 جنيه رومي سبريد. دي رومي سبريد دي عباره عن ايه بقى؟ عشان انا ما بشوفهاش في حتت بره غير عندكم، دي ثالث سنه هاخدها من عندكم. دي رومي سبريد بنعجنوها عندنا احنا وبنظبطوها ب 25 رومي بس. 25 يعني بس. يعني جبنه تركي بس سبريد. سبريد ده الربع ب 25. ب 25. عندي بقى؟ دي شيدر طبيعي يا باشا، طبيعي كله طبيعي 100%. ربع 30 ب 30 شبه كيلو زي بسطرمه. كيلو بسطرمه. دي طبيعي برضه. طبيعي. سلطه بيتزا كام الربع؟ 25 بس. 25 دي كيلو عامل ب 75 موتزاريلا الصافي. انضف حاجه، لحظه واحده اجيب كيس اوريهولك. ده عرض خاص ب 75 بس، خلي قد ايه؟ بالك. الصافي انضف حاجه نص كيلو. نص كيلو. نص كيلو وزياده يعني انتوا كمان. بتبيعوا منها دي وبتبيعوا منها ايوه بنبيع منها، هي دي بالظبط نفس كل ده حاجه. بالكيس وبتبيع بالساق. ايوه. طيب اللي ورا دي بقى اللي ورا التركي مبسوط. الضمن ب 30 الربع ب 60 ربع 60 بس. وصل ل 30 ده بقى. ده بنوبيف الربع ب 30 بس، معمول بالسمنه الفلاحي. طيب وده دي الجبنه بالقشطه ربع 30 برضه، جميله قوي. خلي بالك الجبنه اللي جبنة بالقشطة. بالقشطه بريزيدون طبيعي 100% ربع 30 بريزيدون سبريد ربع 30. بريزيدون بس طبيعي 100%. ايه الفرق؟ انا قلت سبريد، ايه الفرق بقى؟ لا السبريد دي حاجه اللي هي بتبقى عيله، اما دي طبيعي معقول. طبيعي ماشي. ده ايه بقى؟ اما ده الشيره الربع ب 40 طبيعي برضه 100%. وده إيه؟ ده هليبه لا. يحيح. هي دي اللي عليها قشطه. ده خدنا الترند، خدنا الربع ب الترند. 20 بس، الربع ب 20 بس. ودي ايه؟ جبنه قديمه الربع ب 30. اقل سعر لانشون عندكم كام؟ 25 بس. اللي هو الربع جميل صح؟ قوي الربع ب 25. بيفي اطياب بيفي اطياب ده بكام؟ الربع ب 45. الربع ب 45. زي نورين انا عايزاكي تفتحي التوصيل. حاضر انا بجد والله عايزاكي تفتحي التوصيل بجد في رمضان. خلاص والله يعني اللي هيجي على الفيديو ده هتتوصلي لي. كله في رمضان. انا في واحد شغال طلبات، انا هبعت الاوردر وهو يحاسب ويحاسب الزبون. هو يحاسب حلو كده؟ هو اللي معاه المكنه. يعني هحط الرقم اخر كلام. هحط الرقم. الفيديو ده هينزل بكره يا مدام نورهان. نزليها. تمام. الناس شافت الاسعار كلها يا مدام نورهان. نزليه وكل التوصيل تمام. وعايزه اقول لك ايه، انت عارفه انا عارفه، هو مشكله ان انا عارفه، فانا مبسوطه ان انت فتحتي التصوير. انت عارفه. تاني سنه اقسم بالله انا مدام نورهان الست دي طيبه، تاجره شاطره وست جدعه ومحترمه، وبجد بجد انا المكان ده برشحه لكل الناس. الله يخليك. بغض النظر عن الفيديو بقى، بامانه الله بغض النظر عن الفيديو انا بحب الناس دي كلها اقسم بالله، يعني ناس محترمه جدا. بس استني التوصيل هيبقى ايه بقى مدام نورهان؟ انا بالنسبه لي انا هطلع الاوردر زي ما قلت لك زي- من عندي. اللي هو هيوصل الاوردر هو اللي هيتعامل هو اللي هيتعامل مع زي ما انا متاح معايا واحد هيوصل وانا تمام. انا مش عايزه حاجه حلوه والله كتر خيرك. اسعاري اللي انا بعت بيها المنتج فقط. تمام. مش عايزة حاجة تانية. الله يفتح عليك. لكن اللي الله ينور. هيوصل الاوردر اللي هو معاه هو اللي هيحاسب بقى، هو اللي هيحاسب هو منه الزبون. بقى اللي اتفق معايا. تمام. عشان انا ما حدش يقول او اسعارهم عاليه في التوصيل ده اوفر. لا لا تمام. انا هسيب رقم للناس يتفاهموا معاكي بقى في القصه دي. حلو كده؟
اسيب رقم تتواصلوا، انا عايزه ابعت مندوب او لا انت بعتي لي مندوب. حلو كده. والشبل الصغير الشاب الصغير ده اللي بيعمل جو كل سنه، اقسم بالله في الفيديوهات. انت بقى حبيب قلبي والله، ده حنبوش انا الصغير. كل سنه لازم ده يعمل جو. انت بتعمل جو حلو قوي في الفيديو كل سنه. هنستناكم ليلة السحور عند أولاد الطاهر. الجبن كلها هنا، أي حاجة مش هتلاقيها هتلاقيها هنا عند أولاد الطاهر. اسمه شارع حكيم البوليسي. لو أنت جاي من فليمنج. ايوه ثانيه انت كده بتوصف العنوان صح؟ اوصف في العنوان تاني بصوت عالي. بص العنوان، لو أنت جاي من فليمنج هتلاقي بتاع جبن قدام. ده مش تبعنا، ده مش تبعنا. إيه تاني معاهم؟ هتمشي قدام شوية هتلاقي قدام 2 بتوع جبن، على إيدك الشمال هتلاقي أولاد الطاهر. ده الوش بتاع الجبن اهو، ودول اولاد الطاهر اهو. سوبر ماركت مكتوب عليه هو الاسم اللي فوق اولاد الطاهر، عشان مربع الجبن في بكوس ده فيه اكتر من حد بيبيع جبن يا جماعه. اسمه ايه الشارع اللي انتوا فيه؟ شارع حكيم باشا عند أولاد الطاهر. شارع حكيم باشا البوليسي سوق الخضار، وده رقمهم اهو عشان لو حابين تتاكدوا مثلا من العنوان قبل ما تيجوا. ده رقم الارضي ده موجود هنا صح؟ في فرق بين التركي بالبطارخ وحاجه ثانيه. انت بتدوقها؟ هتدوقي؟ بتجيبي من عندهم كل سنه ولا لا؟ بتجيبي من عندهم كل سنه؟ طب انت كل شويه مش كل سنه. كل شويه. الصفرة اهي، ده الكيلو ب 100 جنيه. الكيلو بتاعتها 100 جنيه. صفرة حلوه قوي، زبده وفرن. دي سعرها كيلو عامل 100 جنيه. صفرة هي شكلها حلو بصراحه. في حد واقف بيشكر فيها. بقول لك انت جربتي الزبده دي؟ جربتي الزبده؟ حلوه؟ شغاله اهي. ماشي. ده ايه ده؟ ماشي كمان. ده ايه يا زياد ده؟ ده ايه ده؟ ماشي. بصوا كمان هم عاملين عروض كده على المعلبات. عرض التونه ب 24، على الحلوه برضو ب 44 تبقى كبيره. دي كامله صح كده؟ 45 بدل 60. 45 بدل 60. في برضو عرض على دي ب 10 جنيه، جبنا لكم 10. الزيت ده كمان عامل 59 60 بقى كده 60. في الزيت ده عامل برضو 48 بدل 55. دلوقتي الساده زي الشوكولاته زي المكسرات كلهم 30 جنيه، كلهم ب 30 جنيه. ساده زي مكسرات زي شوكولاته. ده شيدر مبسوط. شيدر مبشور. الطبق بكام بقى؟ الطبق بكام؟ ده ب 10. ده ب 10. الكبير ب 20. ب 20. دي شيدر برضو. والجبنه الحمراء عندكم بكام؟ ب 100 جنيه بس. الربع ب 100. بدل 120. بدل 120. والتمن ب 50. والتمن ب 50. ودي ايه دي؟ ايه دي؟ دي شيستر. جبنا شيدر ضيافه. شيدر ضيافه بكام بقى؟ ده في نوع الشيدر. بكام الطبق ده؟ ده عليها عرض ب 20 ولا 25. الطبق ده ب 20. ربع ب 20. ده ب 20. هقطع لك عادي. يعني لو عايزه اقل عادي. لو عايزه اقل عادي. وعندي بقى شيدر يستنى. عندك في الربع عليه عرض ب 110. قولي بقى اسعار الجبن الناشفه كده. الناشفه الربع عليها عرض ب 35. براميل على ابوك. بصي جبنا براميل بتاعت زمان عند اولاد الطاهر وبس. دي بقى جبنه بالفلفل اسكندراني تاكليها من هنا دينار. اللي عايز ياكل، اللي عايز يتخن، كل حاجه عندنا متاحه. بس ما عدا السحور طبعا. لا برضه دي في ناس بالسحور لا. في ناس هاويه بتحب تاكل دي. بكام دي؟ الربع برضه عليها عرض ب 35 ولا 40. بصوا عندي تركي بطارخ الربع عليها عرض ب 60. 45 حلوه. الربع عليها عرض ب 60. احنا بنتحدى الغلاء والوباء واي حاجه. حطوا الهدوء في اي مكان. وعندي كمان القديمه وريهم القديمه البطارخ. القديمه البطارخ الربع ب 65 جنيه. قديمه بطارخ. فرق في السعر من ده وده؟ دي زبده بقى. دي بكام والتاني بكام؟ دي ب 65. الوسط ب 60 بس. فرق 5 جنيه يعني. ودي بطارخ. برضو عليها عرض بدل 70. دي برضو هتلاقيها ب 75. انت بقى بتعمل ايه هنا؟ انا بعبي عجوه. عجوه. بكام بقى العجوه عندكم؟ العجوه دي نمبر 1 مفيش منها اتنين. بكام؟ كام الطبق الحلو ده؟ ده نص عامل 20. نص كيلو عامل 20 جنيه. 20 اولاد الطاهر بس. نمبر 1. ايه تاني عندكم؟ عندنا مربى قدم فراوله حلوه، في منها فراوله وتوت، وفي منها مشمش عامله 25 بس. دي بكل الانواع كده 25. كل الانواع الصوص 25. عندكم بكام بقى؟ عندنا كشطه برضو ب 25. ده ب 25. ادمي برضو. ومايونيز ب 30. 30. والصلصه بقى عندكم دي بكام؟ الصلصه دي ب 35. واللي جنبها الصفيح؟ الصفيحه دي ب 38. المربات التانيه بقى؟ عندي مربى في الدراج كيلو ب 80 ونص ب 45. 45. الشوكولاته اللي فوق دي بكام؟ الشوكولاته اللي فوق دي زي عامله 85. 85. 85 كيلو ولا دي كيلو. كيلو كام؟ طبعا مش معقوله تيجي عند اولاد الطاهر وما تسوليش اهم واحد معايا هنا في المحل. ده اساس المحل معانا من اول ما حطينا حجر الاساس. محمد عبد الباقي. السنه اللي فاتت ما كانش موجود لما انا بعت له. أيوة. ربنا يشفيه. كان بيعمل عمل. بس الحمد لله هو اهم واحد معايا في المكان.
عامل ايه يا ريس؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا ريس؟ كل سنه وانت طيب. الواد ده اللي كان جاي من سويسرا طبعا حاله اتبهدل خلاص بقى جاي من حواري جاي من حواري خلاص هو اتحول خلاص احنا حولناه. ده بيقول لكم البركه برضه كان ده ايه؟ امال ده مين ده؟ امال اللي فوق ده مين ده؟ ده فعلا ابني وسندي اللي هو دخل محل اولاد الطاهر والله العظيم كلهم انا حاساكي مش بتعتبريهم الصبيان بتوعك، حاساكي بتعتبريهم اخواتك الصغيرين والله. كل اسكندريه تدعي له عشان عنده ثانويه 10 سنين. ايه سبعه ولا ضبع؟ عايز تخش ايه؟ مهندس مساحه، احسن مهندس في الدنيا باذن الله، ربنا يكرمك باذن الله ان شاء الله. مهندس في الزيتون، سيبك من المساحه دي بقى. لا الشغل هوايه برضه. طيب يا حاج احمد عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ ايه الجمال والحلاوه بتاع كل سنه دي؟ عشان الشهر المشترك الشهر الكريم. كل سنه وانت طيب. طيبه حبيبتي. يلا عندنا ايه بانر؟ انت المسؤول عن القصه. زيتون ب 16 جنيه بدل 25 جنيه بمناسبه شهر رمضان. بيبقى فلفل مكسيكي. عايز قرنين فلفل اهو، تحط له قرنين فلفل كده عادي كده؟ ماشي. احنا كنا قوي. نص كيلو مخلل مشكل ب 10 جنيه. نص ب 10 جنيه. بدل 40 جنيه الكيلو ب 20 جنيه. بتاع الليمون ده بكام؟ الربع ب 6 جنيه بدل 40 جنيه. الربع ب 6 جنيه. يعني الكيلو ب 24. ده حامي؟ ليمون معصر. ده حامي؟ مربى مش ليمون، مربى. والله شكله يفتح الربع 20 جنيه بس. الكيلو ب 20 جنيه بدل 40 جنيه الكيلو ب 20 جنيه بس. مع بعضينا ونفس الشغل. انا عاجبني الحب، بص هم صبيانه وبيشتغلوا هنا معايا بس هم بيحبوه جدا والله. خشوا بسرعه اسره اولاد الطاهر يا جماعه. بتاعتنا 100 100 رقم واحد في مصر هو ملك ثواني كنتوا بتقولوا لي ايه يا جماعه ان ده اهدى مكان في العالم؟ لا كل سنه وانتم طيبين يا اجمل اسره في الدنيا والله. واختي ده بقى ومرات اخويا. ده بقى الاستاذ ناصر، ده اساس الجبنه، هو ده اول محل فتح في سوق بسبوس، كلنا اتعلمنا منه، هو ده الاساس والباقي شنط وكيان. ابيض ويفضل ابيض طول النهار ان شاء الله. عامل ايه يا حاج؟ ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيب. دي ثالث سنه اشوفك عند اولاد الطاهر. أيوة. احنا لو متفقين مش هتبقى كده. لا ده انا معاهم على طول بقى لي 12 سنه. حلو. وانا المره دي وعيالي كمان يعني. ما شاء الله الله ينور. ايه رايك في حاجاتهم بقى؟ مش عايزين نصاير. مش عايزين صغير عشان هم واقفين. مش هم واقفين. عايز اخد رايك بصراحه، يعني قول لي اسعارهم غاليه، قول لي حاجاتهم مش حلوه كده، يعني ايه رايك؟ لا اسعارهم مش غاليه. اسعارهم مش غاليه؟ طب حاجاتهم حلوه على كده؟ ممتازه جدا. طيب الله ينور. وانا مبسوطه ان انا اشوفك ثالث سنه. وانت طيب يا حاج. هم طيبين بصراحه. وانت طيب احنا بنتدلع وبناخد اللي احنا عايزينه. الله ينور. والله العظيم. رجالك يا عم سعيد. اخلاقهم جميله جدا يعني. جدا انت جدا. فراوله اللي انت بتحبيها ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا حبيبي. وانت طيب يا عم.